ازيكم؟ الفترة اللي فاتت بقيت اتسأل عن ازاي احسب تكلفة رخامة المطبخ. الموضوع سهل وبسيط. الفيديو ده هقول لك ازاي تحسب تكلفة الرخامة، وكمان ازاي تحسب تكلفة درج السلم والرخام. بدون مقدمات كتير، يلا نبدأ بالانترو. مبدئيا كده احنا عندنا وحدة سفلية للمطبخ بتكون 50 سم او 60 سم، يعني كده عرض الرخام هيكون 60 سم؟ لا، ازيد من 60. تعالى افهمك الموضوع ماشي ازاي. اول حاجه انا عندي الوحده 60 سم زي ما اتفقنا، وفي مرايه رخام بتكون على الحيطه عشان مفيش حاجه تقع ورا في الوحده، بتكون حوالي 10 سم، وعندي رفرفه للرخامه بعد الوحده بتكون 2 سم، وتحت الرفرفه دي بحط خانه رخامه حوالي برضه 2 سم عشان طبعا تقوي الرخام. يعني كده الاجمالي كله 60 و10 و2 و2، يعني كده حوالي 74 سم. قول انت 75. المطبخ بقى انت عندك كام متر؟ خلينا مثلا نقول 5 متر. هنضرب ال 5 متر دي في 75 سم، هيطلع حوالي 3 متر و75 سم، يعني حوالي 4 متر وسط. هتشوف سعر متر الرخام بكام على حسب اتفاقك مع المقاول واضربه في 4، يديك في الاخر التكلفه كلها. الله اكبر عليك! ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ تعالى اقول لك بقى ازاي تحسب تكلفه السلم الرخام. بص، مبدئيا كده احنا عندنا حاجه اسمها نايمه وقايمه. هندسيا عشان السلم يكون مريح، القايمه دي بتكون 15 والنايمه بتكون 30. ممكن نخلي النايمه دي 28 سم والقايمه 14 سم. ده بيكون حاجه اسمها تقسيط سلم، وعامل لك فيديو قريب عن الموضوع ده. خلينا احنا نحسب على 30 و15 اللي هو الشائع. كده هيكون عندي النايمه 30 سم، وطبعا في رفرفه 2 سم من ضمن ال 30 دي. نحط بعد كده تحت الرفرفه دي 2 سم تخانه عشان برضه يقوي الدرجه، عشان طبعا ما تبقاش ضعيف. وعندي طبعا وزن 10 سم يمين و10 سم شمال. اجمع بقى كل ده واشوفه كام. عندي 30 و15 و2 و10 و10 هيبقى حوالي 67 سم. ده كده مثلا هنقول العرض. الطول بقى على حسب السلم ذات نفسه. خلينا نقول مثلا ان هو 130 سم. اضرب بقى ال 130 سم دي في 67 سم، هيطلع حوالي 87 من 100 متر مسطح. طب انا عندي كام درجه؟ هقول مثلا 40 درجه. اضرب ال 40 في 87 هيطلع حوالي 34.8 متر. قول انت 35 متر. اضرب بعد كده ال 35 دي في سعر متر الرخام، هيديك بعد كده التكلفه في الاخر. دي كده حسبه شكل من اشكال السلم. في طبعا اشكال وتصميمات كتير، بس تقريبا الفكره واحده. وبس كده نكون وصلنا لاخر الفيديو. انا عماد علي، انتيريور ديزاينر، وبعمل فيديوهات علشان افيدك. سلام.